السلام عليكم متتبعاتي الغاليات، مع فيديو جديد جبتكم موديلات العباية للعيد. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. شوفوا معايا هذا الموديل، هذا كيجي دو بياس. شوفوا لي هذا اللون، هذا كيكون قليل فين نجبر هذا اللون، هذا اللون مريح للعين ومزيون. وشوفوا لي هذه العباءة كذلك دو بياس، فيها اللون الابيض واللون الوردي الغامق. وهنايا كما كتشوفوا عباءة في اللون الرمادي وملبسة بالعقيق، هكذا اللي كتعجبو العباية بالعقيق. وكما كتشوفوا لي هنايا هاد العباءة هادي عندها هاد الكول شال وبهاد التضيفات. وهنايا شوفوا لي هاد اللون، هذا الماغون شوكولا، كيجي مزيون وكلاس. وكما غتلاحظوا في الفيديو كامل كنحاول نجيب تشكيله من موديلات عباية تكون فضفاضه، حيت كما كتعرفوني كنزل دائما موديلات الحجاب الشرعي، فيعني ما كنخرجش على هذا الاطار هدايا. اصلا العباية هي تكون فضفاضه، باش هكذا اي وحده عجباتها شي موديل هنا تقدر تلبسو، سواء كان كتعمل الحجاب عادي او الحجاب الشرعي. كما غتلاحظوا الصور كاملين فيها عباءات فضفاضه. شوفوا لي هدية هنايا بلي زيتراس، هاد لي زيستراس كيجيو مزيونين في العباية اكثر الا كانت شي حاجه للمناسبه. وشوفوا لي هنايا هاد اللون، هذا الرمادي الغامق. وشوفوا لي هدية هنايا عباءة في اللون الابيض، كتشي مناسبه هكذا كتجي مزيونه. وشوفوا لي هدايا هاد العباءة اللون ملك الالوان الذي لا يعلى عليه، الاسود، كتجي فضفاضه. وهنايا عباءة دو بياس قطعتين كما كتشوفوها، وهاد اللون هدايا الثوب كنظن كيقولولو مونطوني ولا اوتورود بحال هكذا، اللي عارف يكتب لنا في التعليقات. وشوفوا لي هنايا هاد لي ديتاي اللي كاينين في اليدين منبتين بالذهبي عجبوني. وشوفوا لي هنايا عواد عباءة بدو بياس، عندها لاغوب من تحت منها في هاد اللون. وشوفوا لي هنايا عاود هاد العباءة حاليا كاينه درجة بزاف، خاصة في رمضان، فيها على شكل قمر او هلال. وشوفوا لي هنايا هاد العباءة مزيونة، ولكن انا اكثر حاجة عجبتني هو لوصاك كيحمق. شوفوا لي هنايا عاود هنايا عباءة دو بياس بهاد اللون البيج، وعندها ديك الطرزة صغيرة في اليدين. شوفوا لي هنايا هاد العباءة هادي جات كيوت ورقيقة كما كنقولوا في شكل. وشوفوا لي هدية طبعا سبحان الله اللون الابيض مع الاسود كيعطي واحد الرونق مزيون. شوفوا لي هنايا عباءة في اللون الزيتي مع الابيض، كذلك واحد الميلونج مزيونة. وانتم قولوا لي اكثر عباءة عجبتكم، شمن اللون اللي كيعجبكم. وكما غتلاحظوا ان اغلبيه الاثواب اللي كاينه هنايا اللي جبتكم هي كتمشى من الفصل الرابع، يعني ما هي يعني ماشي شتويه. كما كتشوفوا لي هنايا عواد هذه عباءه في الاسود، وعندها داك التبطين ديالها في هاد كول طيور بالمارون. وهذه كذلك نفس الشيء، عاود عندها مبطنه باللون وردي. يعني كنجيبكم بزاف الموديلات باش كل وحده تاخد افكار، خاصه اللي كتخيط. هذه هي فرصه ديالك، ما عليك الا تشوف الموديل وتختار الثوب وتخيط. شوفوا لي عاود هاد العباءه هذه مزيونه. اذا كانوا كيعجبكم هاد الفيديوهات هادوما كتبوها لي في التعليقات باش دائما نبقى نجيبكم جديد. وشوفوا لي هاد اللون بلو مارين، صراحه كيجي كلاس مليون في المية. شوفوا لي هاد الحطه هادية، وهذه شوفوا لي هاد العباءة كيجي فيها هاد الديكرادي هاد اللون
الماغو كما كتشوفوا هنا كيبان فحال بلون كاسي، من بعد هنا البيج، من بعد هنايا الماغو مفتوح. وشوفوا لي هنا عاود هاد العباءة هادية كما قلت لكم، هي كما كتشوفوا فضفاضة، يعني أي وحدة فيكم تقدر تلبسها. الصراحة الله أنا كيعجبني نبارطاجي دائما الموديلات تكون في الإطار الشرعي. شوفوا لي عاود هاد العباءة هادي ومع هاد اللون هادي، أنا كما قلت لكم هادي كتمشى فصل الربيع وكذلك الصيف. يعني والثوب كما كتشوفوا هنا، يعني الثوب هذا فصل الربيع. يعني جبتكم موديلات اللي غتناسب إن شاء الله العيد. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين إن شاء الله. وشوفوا لي هاد الأوتفيت هدايا، هاد العباية كتحماق صراحة فنة مع هاد لوساك. وشوفوا لي هذه هنايا هاد العباءة كيف كتجي مفتوحة وواسعة. شوفوا لي هذه هنايا عباءة مزيونة بهاد الثوب هذا كيجي طايح فحال اللي منفوش شوية، مزيون تصلح فحال هيدا العيد، المناسبات، شي خريجة هكذا في الليل مزيونة. وغادي نخليكم هنا ونتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله. دمتم سالمات.